مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعني فيه، ويا مرحب بالعودة والله. وحشتوني فوق ما تتخيلوا، والصراحة علاقتي بيكم قربت توصل لليفل السيتويشن شيب عجيب كده، لكن لما أصحابي بيسألوني عن بودكاست بقول لهم اتس كومبليكيتد. فبعيدا عن الوعود والتاني والكحادي، خليني أبدأ أقول إن كان نفسي الإفيه اللي باسم الحلقة ده يبقى بتاعي، بس للأسف العظمة جه من ابتكار أخويا فشوت أوت له. لعل وعسى يكي ربنا ويسجل معايا حلقة يوما ما يعني. نرجع للموضوع. السعي، أنا كنت عملت حلقة من قرب ميبي سنتين ونص كده، اسمها وقف سعي خد نفس وهنرجع سنة ورا. كانت من مشاركة حد من أصدقائي اللي شهرتهم مشكلة إن هم فوتوغرافر جامد جدا يعني. فلو عرفتوه أو عرفتوها فعملوا كومنت بالاسم وبعتوا دي ام، وهقول الأسماء اللي قالوا صح لو أنا كملت يعني. ويروحوا يسمعوا الحلقة برضه يعني ما ما يضرش. المهم السعي، حاجة نرغي ساعتها على أهميته وأهمية إن احنا نبرد الطريق اللي مشيناه وسو كده. بس الحاجة اللي ما اتكلمناش عليها وقتها قوي، واللي باينة من نص اسم الحلقة، هو التحفيز والتنمية البشرية والموتيفيشن وأشياء من هذا القبيل. فتعالوا نرجع بالزمن كده، نشوف ده كان أصله إيه وليه أصلا بقى واحد من أكتر منتجات استهلاكا على مستوى المحتوى والكونتنت المقدم أونلاين. بس قبل ده حاسس إن في حاجة نسيها، يا ترى إيه؟ صح، الإنترو. ازيكم يا جماعة؟ إيه الدنيا؟ عاملين إيه؟ معاكم الراوي حكاين، وكمل رغي حبة كمان يوسف شريف. فكرة النهاردة موضوعاتها كالآتي: تحفيز وأصله وفصله، ومحتوى التحفيز والالتزام والإلزام وغيره كتير. فيلا بينا. وسواء كنت في الطريق أو على كنبتك في البيت شد كرسيك أو رب على كنبتك أو رايح على البين باج بتاعتك يا انتربرنور يا بتاع الستارت اب، بيت الشاي بلبن أو القهوة التركي أو حتى مج النسكافيه، ويلا بينا يا بشوات وهوانم في حلقة جديدة. هيجوا معاك واحد اتنين تلاتة، والحكاية والرواية. كان اسمه ايه؟ واحد مم، واتنين وتلاتة. طب ايه؟ كانت ايه؟ تيتو شريك يمكن؟ لا. طب القصة والحدوتة؟ لا برضه. امال ايه؟ افتكرت، دي الحكاية والرواية. طب ايه؟ مش يلا بينا؟ طيب، خلينا نتفق ان اول ظهور فعلي غير عملي للكونسبت بتاع الموتيفيشن كان في اليونان القديمة، وقت سقراط وأفلاطون وأرسطو. ساعتها في اليونان وصلوا لحاجة زي تركيب هرمي روحي كده، في حين إن أفلاطون كان شايف إن الإنسان له جزئين ماكسيموم يعني فيما يخص التحفيز، وهما الجزء المادي والجزء المعنوي. حيث المادي كان حاجات زي الرغبات الجسدية، الأكل، الراحة، آم، التكاثر بمعنى أو آخر. وكان في الجزء المعنوي اللي بيتمثل عادة في التألم مثلا أو التمتع على المستوى الحسي أو على المستوى الذهني، كده إنه أنا الحاجة دي شايل هم عملها حاجة نفس المواعين مثلا على سبيل المثال، او ان انا عارف ان انا هاكل اكله حلوه النهارده بعد الظهر فمبسوط بقى عندي خروجه فمتحمس ومتحفز وكده. بس رغم كده اليونانيين قسموها بطريقه تانية عامه. كان عندهم رينج 3 أجزاء: رغبات الجسد، اوكي، زي الاكل والشرب وهكذا. الملذات، اوكي، حاجات اللي انت هتتبسط بيها زي الشعور في الانسان يعني. كان جزئيا ممكن نقول الكوكاثر، حاجات مثلا زي ان هو يخرج خروجة حلوة، يسكر، حاجات من كده. مش بنشجع على اي حاجة هنا عامة. والمؤذيات اللي هو الحاجات اللي هتؤلمك، التروما بقى، اي حاجة تحت خانة التروما ارميها هنا. حيث ان اخر اتنين عامة، المغذات والمؤذيات، كانوا بيقعوا
أكتر في خانة الجهود والأحاسيس بتاعت الروح المعنوية وقوة الإرادة وكده. يعني الاكتئاب كان يحسب مؤذيات مثلا، إن أنت تكون متحمس وعندك باشن كده ومش عارف إيه، ده كان ملذاك وما ذلك. طيب لو رحنا على فقرة ما بعد عصر النهضة كالرينيسانس، هنلاقي رينيه ديكارت بيتكلم بقى في إنه لأ، ده في جوانب نشط. وغير كان في نقطة التحفيز مثلا، أوكي، هو اعتبر إن ما الجسد مثلا عامل مش نشط، بينما الإرادة أو الروح القتالية أو الروح المعنوية كانت عامل نشط جدا. هو بالنسبة له النظرية كانت مختلفة تماما. عايز كانت نقطة الراجل إنه الجسد عنده ميكانيزمات وطبيعة مادية ورغبات تغذوية بترد على الرغبات دي، أوكي، اللي بتجين وبتتعكس على العالم الخارجي. اختصارا يعني، انت جعت فبطنك بتوجعك، جريت فجسمك سخن، بدأت تعرق، بدأت تنهج، وهكذا. بينما العقل والوعي والإرادة عندهم طبيعة يعني more like فكرية، تمام؟ محتاج حاجة زي إرادة موجهة كده، هدف يمشي ناحيته، دايما يكون عنده purpose واتجاه ودايركشن كده، عشان هو محتاج قوة تحفيزية. ومن هنا ديكارت أصلا بيوجه التحفيز إنه يبقى تركيزه على إرادة الإنسان، وهيطلع بسبب ده أول نظرية عن التحفيز في الواقع بتاع الفلاسفة كلهم تقريبا. فخلينا بقى بما إن إحنا فهمنا التحفيز جه منين، خلينا نفهم بقى هو إيه بقى. طيب، إيه يعني إيه هو التحفيز نفسه؟ أو إيه تعريفه أتليست يعني. لو عايزين تعريف عام من عندنا كده من جوه كومودينو، فالتحفيز هو مجموعة من المشاعر والأفكار والعوامل الداخلية والخارجية اللي بتكون ما يشبه الطاقة، وبتخلق احتياج بيترتب عليه تغيير نفسي يصبح محفز وعضوي كهرمونيا، مما يجعله يباشر بعدة أفعال مختلفة تجاه تحقيق هدف معين باختلاف التوجيه والقوة. طب معلش سؤال هو ايه الفرق ما بين التحفيز والهدف برضه؟ يعني الحتة دي الموضوع مش واضح يعني. اوكي، احنا كده كده مدركين ان الموتيفيشن هو أداة نوعا ما، والجول هو نقطة النهاية، بس كده عشان أوضحها ببساطة، التحفيز والاحتياج هم حالات داخلية، يعني بنستعملها عشان تخلق موقف ترضي فيه فرد، بينما الأهداف هي عوامل خارجية، أحيانا ما تبقى حاجة زي الجواز زي ما قلنا في آخر الطريق وكده. علاقتهم ببعض تفاعليا كأكف كده. يعني انت لو متحفز بشكل كبير في الغالب ممكن تختار هدف طويل الأمد، ولو كانت قيمته عالية ليفل التحفيز هيزيد كمان وكمان. زي مثلا لو انت جعان قوي وكلت رغيف عيش سخن، جسمك هيحس برجع واستمتاع غريب، بينما ان انت في العادي اصلا ممكن تكون قاطع كارب يعني الدنيا كمان. او زي لما انت تكون قاعد الساعة زي دلوقتي كده 3 الفجر، و تدخل تشوف لك فيديو في التاني في التالت موتيفيشنال على فيسبوك مثلا، وتبدأ تحس إن لأ أنا محتاج أبدأ أغير من نفسي، فتنزل تعمل 20 عد ضغط ورا بعض مثلا، وكرهت نفسك وقرر إن أنت في ال6 شهور الجايين دول هتوصل للماكسيموم بوتنشال لأي بني آدم خلق ربنا يقدر يوصل له كده، وهتنام وهتصحى تاني يوم والدنيا هتكون تمام كده، إن أنت اتحفزت بشكل كبير وحطيت هدف، بس بيكون ناقصك حاجة صغيرة هنجيلها قدام. طيب، لو نزلت للمستوى الجسدي العضوي، هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان اول ما نيجي ان احنا نحفزك، اوكي، مخك او في الحالة دي المنطقة التغميدية البطنية بتفرز دوبامين وتبعته لقشرة الفص الجبهي اللي هي مسؤولة عن التفكيك والتكتيك، حلو، والنواة المتكئة اللي تقدر تعتبرها موتور المخ والمركز المسؤول عن المكافآت وكده. ده اللي بيخلق أول دفعة بتاعت شعور العوزان ده، إن أنا عايز أقوم أتحرك، عايز أفز، عايز أعمل، عايز أنزل أجري عامة من غير حاجة، أنا عايز أعمل حاجة دلوقتي.
بينما الدماغ بيستعمل الدوبامين ده عشان يحسب المجهود قدام العائد. يعني انت تبقى اوريدي بتتحرك تجاه تحقيق هدفك، مخك بيبدأ ان هو يهذب تصرفاتك من غير ان هو يحسب شوية المتغيرات اللي بره باستخدام الخبرات اللي فاتت من الذاكرة بقى. اللي هو يعني الواد ده قرر ان هو عايز ينزل جيم على سبيل المثال يعني، فيبدأ يشوف احنا في كل مرة قلنا قبل كده ان احنا عايزين ننزل فيها جيم، ايه اللي حصل؟ في مرة قال لأ الفلوس، وفي مرة قال لأ أنا مش قادر، وفي مرة قال لأ ما عنديش هجوم، وفي مرة قال أنا مش قادر جواكي، ومرة إن الليل ليل، ومرة إن مش عارفة إيه. يبدأ يشوف العوامل دي كلها اللي خليته يرفض مثلا قبل كده، هل هي موجودة جواكي؟ فيطلع كده بحسبة بسيطة إن أوكي لأ ده إحنا عندنا أمل إن إحنا ننجح، فيبدأ يكمل. هنا نوصل بقى لنقطة تحقيق الهدف. هنا مخك بيديك دفعة دوبامين زيادة مع شوية سيروتونين وإندروفين اللي هيخلوا الدماغ يسجل النشاط ده إنه نشاط فعال، ويسجله في الذاكرة عن إنه لازم يتكرر. دي حاجة يعني هي ماستر بيك، ما ينفعش ما تكررهاش كده. ويحفزهم إنه يكرروا، مش لأجل المتعة، مش لأجل الاستمتاع بالحياة، لأجل النجاة والرضا العام. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ انت لو ما كنتش وصلت إلى وثائق المكافأة المنتظرة ما جاتش، فالدوبامين هينزل على زحليقة كده ويجيلك شعور بالإحباط وفقدان الطاقة، والتحفيز هيروح. والأهم بقى إن اللوزة الدماغية أو الأميجدالة اللي مسؤولة عن الخوف والمشاعر السلبية كلها هتقوم بقى بسبب الفوجة اللي حصلت دي من إنك معرفتش هدفك، ويجيب لك ستريس وتصرفات تجنبية وأحيانا استسلام كامل بقى، عشان يوصلك إن أنت كان لازم تحقق الهدف وكان لازم تعمل ده. ببساطة جسمك كان هيمسكك يأجبك، يعلمك إن بعد كده مش مسموح لك بأي ظرف من الظروف إن أنت تحط له هدف وما تمشيش عليه. من حقه الراجل اتحفز وقام وجالك طاقة وجالك معنويات عالية في السماء وأنت خذلت كده. بس يعني هو ده ممكن نطبقه على حاجة تانية. يعني هو ده ممكن نطبقه على حاجة تانية برضه، لأن إحنا في كل اللي أنا قلته، أنا ما قلتش إن السلوك ده لازم يكون حسن على فكرة، أو ما قلتش إن السلوك ده لازم يكون حاجة زي كقيمة حميدة للبشرية كده. نفس اللي طبقناه على الجيم، اللي هو نشاط حميد نوعا ما على آخر علمي، يعني إن هو الإنسان ما منعهوش يعني بعيدا عن مناطق معينة كده. فاحنا ممكن نطبقه على نوع من أنواع الإدمان. مثلا لو تعالوا نتكلم في أبسط حاجة لايك السجاير، فتعالوا نمشي كده في المستوى العضوي، يعني سيبك من أي حاجة تانية. أوكي، فأنت حكيلي قاعد متضايق مثلا ومخنوق ومش عارفة إيه، فيجي فكرة على دماغك كان طب ما أنزل أجرب السجاير، تبدأ تلبس ومش عارفة إيه، وأنت هنا مخك متحفز إن أنت هتجرب حاجة جديدة ما عدتش بيها في حياتك قبل كده. أنت طول عمرك تسمع الجملة بتاعت إن السجاير بتقلل الستريس وتخلي الواحد أحسن ومش عارف إيه، عمرك ما جربتها. تروح لابس ونازل الساعة 3 الفجر كده، تبدأ إن أنت تتمشى وأنت هتفكر في الموضوع ومخك بيقلبه في دماغك. طب هو أنا كل مرة أفك السجاير أفكها ليه أصلا؟ مرة عشان حرمانية، ومرة عشان الصحة، ومرة عشان دي حاجة مش أنا، ومرة عشان الفلوس، ومرة عشان لأ أنا عمري ما أكون مدخن. تفضل تكمل وتمشي كده لحد ما مخك يبدأ إن هو يستعمل الذاكرة ويلاقي إن مفيش حاجة نقدر نعملها، وأنت متحفز جدا بسبب إن أنت متضايق. والتحفيز اللي بيجي عادة من إن أنت متضايق بيكون مش هنقول أقوى، بس هو اوريدي مدفوع فيه سيكة أدرينالين كده.
ان انت متضايق متعصب ما الاميجدala اصلا شغاله بقالها يومين فانت مش فارق معاك حاجه، مش فارق معاك لو ما وصلتش كده لحد ما توصل، تولع السيجاره، تاخد اول نفس، النيكوتين يدخل في دمك. انت مش بس حقق الهدف هنا، لا 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 لا, لا. انت وصلت انك يعني جالك دوبامين عشان انت حققت هدفك، وجالك نيكوتين. انت متخيل التحفة الفنية اللي جوه مخك دلوقتي، السبيكتروم اللي احنا بنتكلم فيه. انت انا دخلت له 2 من الكيماويات اللي هو اصلا حبيبهم عامة وزائد بقى السيروتونين والاندروفين اللي اصلا هيسجلوا النشاط ده في الذاكرة ان هو نشاط ايه، ضروري لاجل البقاء. فانت هنا تكون وصلت في الاخر ان ايه، ان انت لو بطلت تشرب سجاير ده خطر عليك، لو بطلت ان انت تدخن ده حاجة توديك في 60 داهية، لو بطلت اي حاجة من الافعال الحميدة او البذيئة اللي انت بدأتها اوكي واتفقت عليها جوه مخك، فانت هتدخل في حالة اكتئاب وهتحس ان الموضوع سيء. وده بالنسبة لي اتليست هو الجزء بدايات الجزء العضوي بتاع أعراض الانسحاب عامة. بس سيبنا من كده، خلينا نكمل حلقتنا. طيب كده نقدر نفهم شوية ليه التنمية البشرية ومحتوى التشجيع والفيديوهات الموتيفيشن بقت مشهورة للدرجة دي. ببساطة عشان هي بقت أسرع وسيلة للدوبامين في وسط عالم من الرابid كونتنت. مع إن أنت ممكن تبقى let's say في ثانوية عامة تشوف 4 5 فيديوهات تحفيزية تغذيك حلو قوي قبل ما تنام، تاخد دوبامين يسد معاك عشان تاخد أمل إن أنت قادر تقوم تهج جبال يعني. بس لما مش بتذاكر في المقابل، أو تلاقي نفسك إن أنت مستواك مثلا مش قد التوقعات اللي اتبنت بسبب التحفيز ده، سواء بقى إن أنت شفتها مثلا في امتحان شهر المدرس، أو إن أنت قعدت تحاول تحل حاجة معرفتش تحل، حاولت تذاكر تلم المنهج بتاع ثانوية عامة كله في 3 ساعات ما جاتش معاك سكة يعني، يحصل لك هبوط حاد في الدورة الدوبامينية. تلاقي نفسك إن أنت أكتر شخص يذل الشيء ووجد على وش الكوكب ده، وإن مفيش ولا أمل ولا نص كوباية مليان ولا جانب مشرق ولا حاجة. وده عامة عيب التحفيز لوحده، عشان هو حاجة زي تحسها شعلة أوكا بيك كده، من غير تغذية هيولع لحد ما يخلص ودن. أخدت اللي خدته منه كجافة كفايدة، أكتر من كده مش هيفيدك. لكن لو كل شوية كنا جعلناه بحاجة، يعني مرة جهد، مرة تنفيذ، طب ما نجح المرة التزام، حولناه روتين، يوصل إن الشعلة دي تفضل قايدة، وإنك هتفضل متحفز حتى لو أنت مرهق، بس في عائد جاي لحد ما تحقق هدفك على الأقل. زيك وزي أنا وأنا بكتب السكريبت وشايف كلماته بتزيد وحماسي بيزيد معاه كده، رغم إن مثلا دي معلومة بسيطة يعني، إن السكريبت ده مكتوب من قرب الشهر دلوقتي، أنا جيت أسجله النهاردة في لحظة تحفيز كده الساعة 3 الفجر برضه. لا يمنع ده، بس لازم إن أنت تبدأ تربط التحفيز ده بحاجة مادية أتليست، عشان تبدأ إن أنت تأكت upon it وتقدر إن أنت توصل لحاجة. ما يكونش بس إن أنت كل يوم الساعة 3 4 الفجر بتتحمس وتصحى تاني يوم الصبح حاسس إن أنت محققتش حاجة في حياتك. وهنا أقدر أقول إن الاسكندنافيا كان من غير إلزام مفيش التزام، ومن غير التزام مفيش تحفيز، ومن غير تحفيز مفيش ولا حركة ولا طاقة تزقك إن أنت تقوم تنجز. طب ثانية، هو مش آخر حاجة قلناها كانت الالتزام تقريبا؟ إيه الإلزام ده؟ يعني هل الإلزام ده بيساعدك إن أنت تبقى ملتزم؟ طب بمعنى إيه؟ معنى مثلا عايز أنزل جيم بقالي 6 شهور، كل أسبوع هاجي أقول إن أنا عايز أنزل،
وما بيحصلش. لكن بمجرد ان انا اقعد ارغي مع واحد صاحبي مثلا على حوار الجيم ويقول لي طب ما ننزل جواك هنا، انا اتحفزت اروح لابس ونازل رايح للجيم. اللي هيكولك فيه الالتزام. ادفع الاشتراك شهر مثلا عشان اخلق الزام ان جوه مخي ان انا لو ما جيتش فانا ضيعت فلوس كعقاب كده لقدام. لكن في الوقت الحالي ادخل اتمرن واكسب دوبامين واحقق الهدف اللي انا حطيته مع صاحبي ان انا انزل النهارده، ارجع بيتنا مخي يسجل كل ده. يبقى المره الجايه اللي بقى اجي افكر فيها ان انا منزلش الاقي ايه؟ الاقي مجاله بتتوعدلي بالفلوس اللي اتدفعت، ومخي بيقعدلي بالشعور الحلو بسبب ان انا اوريدي حققت هدف. فعلا حقق واحد تاني. ومن هنا تلاقي مرة بتجر التانية بتجر التالتة، وانت بتروح بسبب قرار خد لحظة بس قدرت ان انت تستغله ايه صح. وهو ده الهدف من كل اللي احنا قلناه اصلا. انك ممكن تكون بتحاول عشان توصل لحاجة معينة او بتحاول توصل عشان تحقق هدف معين، بس هو الموضوع جاست مش ظابط معاك. وانت يا عيني انت مش ذنبك. يعني الموضوع مش بإيدك، انت كل مرة بتحاول فيها وما بتوصلش او بتحاول فيها وما بتكملش، انت بيكون جواك حتة يأس. كان طب ما انا مجرب قبل كده، يعني ايه اللي هيغيرها المرة دي؟ وده ينطبق على كل حاجة خلقها ربنا. من اول الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها، ان انا عايز اكل هيلثي، ابطل سكر، اقطع كارب، انزل الجيم، كل الحاجات اللذيذة دي، لحد العلاقات الاجتماعية. إن أنا عايز لما أدخل أوضة أتكلم مع 10 أشخاص، عايز إن أنا صاحب 30 بني آدم في السنة الجديدة اللي أنا داخلها دي. أصلا النيو يير ريزوليوشنز اللي بتتعمل، ما هو جا تحفيز، يعني جا نوع من التحفيز، جا نوع من التحفيز إن أنا أوكي، أنا إيه اللي أنا ما عملتوش السنة اللي فاتت ده؟ أنا ما نزلتش، حسنت صحتي، ما رحتش كشفت، ما عملتش لنفسي بيزنس، ما عملتش. يبدأ جه جزء كده يبدأ يأنبك وتبدأ إنك تحس بشوية مشاعر سلبية، وإن أنت ما وصلتش إن أنت عايز تعمله. حققت حاجات بس ما وصلتش لكل اللي أنت عايز تعمله. يجي هنا بقى النسكة بتاعت نيو يير ريزوليوشن بتاعتك، إن أنا في السنة الجديدة دي 2026 دي خلاص أنا هوصل أبقى التوب. اشتغل على نفسي واحسن صحتي واقرب من ربنا وهعمل كل حاجه صح في الدنيا. فعلا لا يعني هتجسد دلوقتي بصوره يعني لا يمكن تخيلها والله. كده مبعوث من الجنه حرفيا. كده عندي طاقه انهي العالم كله. مع اول سكر الكآب انت هتشمه بس كده في اول السنه، وانت هتتهد وهتحس ان انت مش عايز تحقق اي حاجه، وهتحس ان انت كفاية عليك أوي إن أنت عايش. أكتر من كده كتير عامة. ف ف ما خلونا نعمل حاجة. أنا ما كنتش بعملها عن نفسي يعني، مش هأجزم وأقول إن هي تنفع، بس هي على الأقل بيقولوها للناس اللي عندهم اكتئاب أو اللي عندهم بيرن أوت، على الأقل تأجيل مش اكتئاب، بس اللي مرهقين اللي مستنفذين يعني. اللي مش شايف ان اللي فيه لازم ان هو يعمل حاجة، او اللي شايف ان هو worthless او useless شيك على حد يقول يعني، ومش قادر يحقق اي حاجة في الدنيا. خد مش هقول لك مايكرو جولز. يعني انت لو تقدر ان انت توصل للفينتو بتاعت احمد زويل الله يرحمه، جولز انت اعملها يعني جاست كده جينوني بجد يعني. ابدأ بأبسط، قوم اغسل الكوباية اللي انت لسه شايف فيها. جاست ده هدفك، ده هدفك الساعة دي. يعني الساعة دي كلها عندك 60 دقيقة تقريبا على حد آخر مرة جاست الساعة كام يعني. قوم اغسل جاست الكوباية دي هو ذات ست ما تعملش حاجة كده. ما تروحش تحرر فلسطين، رغم ان لو كده كانوا كده جو اون يعني كلنا نفسنا كده. ربنا يعينهم طبعا، ندعي لهم يعني. كده بره السؤال يعني، بس يكون في الصف. مش هقول لك ان روح وقف الحروب اللي في العالم. مش هقول لك ان روح عالج الامراض اللي في الدنيا. يعني روح اخترع لي علاج للكانسر.
روح اشفي لي كل مرضى السكري. مش هقول لك حاجه زي كده، ان دي حاجه مش هتقدر تحققها وانت قاعد الساعه كلاكها كام دلوقتي؟ كلاكه وكلك الفجر يعني. فعلا مش بالبساطه دي. اهداف حلوه بس اهداف طويله المدى، واحنا عايزين حاجات صغننه. احنا عايزين نبص تحت رجلينا. يعني لو انت ينفع تبص تحت رجلك اعملها. عامة لو مش هتدوخ، يعني في نسبة دوخ. فانت لو كده تعمل حاجة زي كده جو اون واعملها. دي حاجة هتديك طاقة. حط هدف واحد. اوكي. كل ساعة جاست كل ساعة كان انت تخلص حاجة معينة. خلصتها سقف لنفسك يا عم. قول ان انت يا عم رقم واحد على كوكب الزهرة حتى، لان شوف اللي انت تتمناه والله عيون ليك. بس اعمل ده مرة على مرة. ابدأ زود بقى هدفين، تلك أهداف في الساعة نفسها. وبعد كده ممكن تخليهم مثلا لو أنت عايز كويس إن هما 6 أهداف في اليوم مثلا. كده الهدف نفسه يكبر. أنت مثلا كسر كوباية، قوم اعمل غسيل بيت كله. يعني قوم خلص غسيل بيت كله. ليه لأ؟ يعني كده. قومي مثلا يعني شايف، نزلي المكتبة وروقيها وحطيها تاني. أنا بابا عايز أعمل ده بقالي قرب السنة دلوقتي مش بعمل كده عشان لا شغل كتير. فكده كيكاب ومش عارفة ايه، يعني جاست تجيب ال6 أهداف كهدف كبير، بس 6 أهداف بتعليهم كلهم. يعني نسقف لنفسنا ونحتفل ونبص كده واحنا نمسح عرقنا ونحس بفخر ونعمل كل الكلام الحلو الجميل ده. فبس نمشي على الأهداف الصغيرة دي، نحاول نوصل لحاجة، نبدأ نرجع بالحاجات الصغيرة ونلاقي إن شوية بشوية إحنا بنعمل مايكرو جابس كده، لحد ما توصلنا إن حياتنا كلها بقت بتتعمل. بقينا ماشيين فيها على الأوتو بايلوت حتى لو شوية. بقينا نحقق كل حاجة إحنا عايزين نحققها بشكل أو بآخر. مش لازم كل يوم هتكون أنت شخص مثالي ومليان طاقة وعايز إن أنت تعمل كل حاجة حلوة أنت نفسك فيها، لأ. بس في الأيام إن أنت عندك فيها طاقة، واي نوت إن أنت تحاول تذاكر. وبس كده. دي كانت حلقتنا. أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وأتمنى إن الحماس الزايد بتاعي ده ما يكونش موتر بشكل أو بآخر. هحاول يكون في حلقات على القهوة مع شوية من أصدقائي، لو ربنا أراد والله. لو أنت حاج بتسمعني في أيا كان مكانك على وش الكوكب ده، عاوزك إن أنت تسجل معايا، وصلت لهنا أصلا فشكرا ليك يعني يا مبدئيا. عاوزك إن أنت تسجل معايا حلقة فتفضل يعني المايك مايكك والبيت بيكك يعني تتفضل. ندخل زوم، ندخل جوجل ميت، نعمل اللي أنت عايزه وندخل نسجل. ويعني يا ريت تسيب لي كلمة حلوة. اللي انا مقتنع تمام الاقتناع ان انا اللي بيسمعني كلهم بوتات. كلهم. الارقام دي imaginary، ما فيش حد حقيقي بيسمعني. فلو في حد بيسمعني يعني يبقى يقول لي كده. وبس اتمنى ان تكون حلقة عجبتكم، واراكم في حلقة قريبا ان شاء الله. ودي كانت حلقتنا يا بشوات ويا هوانم. عدوا معايا: 1 2 3، ودي الحكاية ودي الرواية. وبس كده، سلام.